هاي يا أصحابي، النهاردة هنعمل قرنبيط مقرمش بتركات جديدة. أول حاجة هنقطع القرنبيط زهرات صغيرة. نحط عليه مية سخنة، نحط عليه معلقة كبيرة لبن، معلقة كبيرة سكر، معلقة صغيرة كمون، معلقتين خل. نقلبهم كويس ونسيبهم 5 دقايق. دلوقتي هنعمل الخلطة اللي هنحط فيها القرنبيط. أول حاجة هنحط كوباية دقيق، نص كوباية دقيق سمولينا، معلقتين كبار نشا، معلقة صغيرة بيكنج باودر، بالملح، توم باودر، بابريكا، فلفل اسود، كمون، زعتر. هنحط التوابل. في حاجة نحط كوباية مية ونقلب كويس. طلع معلقة صغيرة كركم. ده بيبقى بالقوام ده تقيل وخفيف. كزبرة خضرا، نصفي القرنبيط ونحطه في الخلطة. بنقلب كويس. هنسيب القرنبيط في الخلطة. بنجهز الخطوة اللي بعدها. نحط كوباية دقيق، كوباية بقسماط، نقلبهم كويس. نحط القرنبيط في الدقيق والبقسماط. يعني القرنبيط نتحمر، نقلبها على الناحية التانية. نتحمر هنطلعها على المناديل. القرنبيط في طاوة تانية نرش عليه بقدونس، أحلى قرنبيط مقرمش ولذيذ. يا أصحابي أشوفكم قريب.